عبد الحميد الصابري لاعب المنتخب المغربي. عبد الحميد, how do you feel? كيف تشعر بعد هذه المباراة الرائعة التاريخية للمغرب؟ نعم، لأنه شعور جميل، أن نتأهل لنصف النهائي ونحن أول فريق إفريقي نتأهل لهناك، وإن شاء الله سنبذل جهدنا أكثر. هل تعتقد بأن الموروكو يمكن أن تفوز بكأس العالم؟ أعتقد بأن كل من يصل إلى هذه المرحلة بإمكانه الفوز، لذا يمكن القول بأننا يمكن أن نفوز. ماذا تقول لك شعب المغرب؟ أنا سعيد لأجلكم وأنهم يدعموننا، وكما ترى هم وأن يستمروا في دعمنا على هذه الوتيرة، وأن نحرز شيئا من أجلهم. شكرا لك. شكرا. عودة إليك. تفضل أحمد. يا كابتن، ما تشوف دحين الإنجاز اللي حققه المنتخب المغربي بطاقم مغربي وأطباء كلهم للدور الأربعة. هذا المستقبل الكرة المغربية أنها توصل أبعد من كذا، وإن شاء الله إذا يوصلون لأجيال مستقبلية. صارت هناك في خبرة لأنه اللاعبين والطاقم كله مغربي، لذلك استفادوا. أنت قد لعبت في دوريات كبيرة مع أندية كبيرة، مثل هذه التجربة تفيد المغرب كامل جدا للمستقبل. خلاص عرفوا بطولة كأس العالم كيف توصل لهذا الأدواء، لأنه هذا مهمة وأنا أشوفها مهمة للمستقبل. يعني الأجيال تشوف أنت بخبرتك قد لعبت ضد أندية كبيرة. نعم بالطبع إن شاء الله. أعتقد بأن بعض اللاعبين سيقومون ببعض الانتقالات، سيذهبون إلى أبرز 10 نوادي في العالم. لدينا العديد من اللاعبين الشباب، وإذا أبرزوا هذا المستوى العالي من الأداء إن شاء الله سيتمكنون من اللعب بأندية رفيعة واللعب مع لاعبين عظام في كرة القدم. ستحسن مهاراتك، ستكون لاعب أفضل، وهذا ما أقول لك بإذن الله بأن بكأس العالم القادم سيكون هناك بصمة ملحوظة للمغرب، وربما نفوز إن شاء الله. أشرف، اليوم كيف كانوا اللاعبين بعد المباراة؟ كانوا منهكين تعبانين؟ اليوم الفرحة غطت على كل شيء، يعني حتى اللي منهك بيقول لك أنا أعيش حلم، أعيش شيء رهيب لم أتخيله في حياتي. وأعتقد لأول مرة عند الحديث مع اللاعبين بدأوا يقولون جملة أريد التتويج باللقب، أريد التتويج باللقب. لأول مرة في منطقة التصريحات أسمع هذه الجملة، إنهم الآن يرون الكأس ممكنة، تبقت فقط مباراتان. ولهذا كل الثقة وكل الدعم للمنتخب المغربي اللي وقف أمام كل المنتخبات عن جدارة واستحقاق. لكن هذه الجملة إنه نريد الكأس لأول مرة أسمعها بعد أيام وأيام من التصريحات واللقاءات في كل المباريات السابقة. أصبح الطموح عالي جدا طبعا. لكن المنتخب المغربي نور بذل جهد كبير، واللاعبين حقيقة يعني اللي طالع من الملعب رجله مكسورة، اللي بطنه، اللي راسه، اللي يده، ولكن الحمد لله استطاع المنتخب اليوم أن يقاتل أيضا في مباراة البرتغال. طبعا هناك كان من يشكك في إمكانية اللاعبين أن يبذلوا الجهد اللي بذلوه في المباريات السابقة. فشو اللي صار بالضبط؟ ايش اللي يصير فيه؟ الثقة نمت في نفسنا كثيرا، وعندما كانت المباراة الأولى ضد كرواتيا، والآن ما تراه الآن وما قاله أشرف، نريد أن نفوز بالكأس. لعبنا ضد كرواتيا وفزنا على بلجيكا وإسبانيا وعلى البرتغال، من يمكنه إيقافنا؟ إن شاء الله سنفوز بالكأس. لدينا ثقة عالية في نفسنا الآن، والشيء المهم الآن ما هو الشيء السلبي الوحيد هو أننا سنلعب كل 3 مباريات ونجري العديد من التغييرات. المنتخبات الأخرى يلعبون ويجرون تبديلات اللاعبين، وعلينا هناك بعض التعب، لكن علينا أن نكون عقليا أقوياء متهيئين. فيما يخص أشرف حكيمي ومبابي، اليوم في تغريدة لأشرف حكيمي في تويتر قال فيها أول شيء see you soon my friend. طبعا see you soon my friend حط تاج لكيليان مبابي، هذا واحد. وقبلها هو ايش كاتب أشرف حكيمي؟ كاتب no African team has ever reached the World Cup اوكي سيمي فاينل. طبعا هو كاتب انه ما في فريق افريقي او منتخب افريقي وصل الى السيمي فاينل من قبل. طبعا هو شاخط على هالكلام كامل وحط المغرب وكاتب تحت ديما مغرب، تعني الكثير. ها نعم، انه شعور رائع، وهذا صحيح. انها لحظه خاصه بالنسبه لنا، ليس فريق، نحن اول فريق افريقي ونحن اول فريق عربي نصل الى نصف النهائي، هذا يوم عظيم بالنسبه لنا.
أنا سعيد ليوم الأربعاء، وأنا متشوق وأتمنى أن يكون يوم غد هو الأربعاء. صحيح. وبخصوص أشرف منذ اليوم الأول عندما كنا نتحدث في الكاميرا وخارج الكاميرا يقول لي نفس الجملة: يجب أن نغير العقلية، يجب أن نغير العقلية، يجب أن نتحدث عن الذهاب بعيدا بشكل حقيقي، ليس فقط المشاركات المشرفة، محاولة المرور إلى الدور الثاني. منذ اليوم الأول كان يكرر نفس الرسالة في المقابلات بعد التعادل مع كرواتيا، بعد الفوز على بلجيكا، على كندا، ولهذا الحلم بدأ يصبح حقيقة شيئا فشيئا. إنها 90 دقيقة من الفاينل. يعني خالد أسامة هذاك اليوم قال قبل اول ما فازوا، قال اذا فاز حكيمي المغرب وفاز راح يتلاقون مع بعض، حكيمي مع مبابي. هني قال راح يتلاقون، اكد عليها، قال راح يتلاقون واذكركم بعد المباراه. في افتتاح كاس العالم كانت هناك اغنيه البطوله غناها